مفتاح لأي شاب جزائري يريد دخول هذا النوع من أنواع العمل. يعتبر التكوين في قطاع الصيد البحري قاطرة التنمية المستدامة، بحيث يلعب دورا محوريا في تطويره وازدهاره، كما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، ومن خلال تزويد العاملين في هذا القطاع بالمعارف والمهارات اللازمة يتم تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مع ضمان ممارسات مستدامة تحافظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة. التكوينات الموجودة على مستوى المعهد 3 تكوينات أساسية. التكوين الأول هو ملازم أول في الصيد البحري، التكوين الثاني ملازم أول في الميكانيك من الدرجة الثانية، والتخصص الثالث هي تقني سامي في تربية المائيات. فيما يخص المعايير فهي تختلف. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثلة من طرف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات أخذ باعتبار التكوينات لجميع فئات المجتمع، بحيث فئة المجتمع التي تمثل نسبة التي هي بين قوسين بدون مستوى لها الفرصة التكوين، وبالنسبة لفئة المجتمع الذي لها مستوى متوسط أو ثانوي نفس الشيء، حتى الفئة من المجتمع التي تحتوي على شهادة البكالوريا. هذا السجل اللي عندنا لهنا جهاز تاع الفياشاف، عندنا أجهزة واحدة أخرى. لا يكتفي المعهد بالتكوين إلا النظري، هناك الشطر الثاني من التكوين هو التكوين التطبيقي، والذي له أهمية كبيرة، بحيث المعهد يحتوي على مقلدات في قيادة السفن، مقلدات في الصيد البحري وعمليات الصيد، ومقلدات في الميكانيك. ويحتوي المعهد أيضا على 3 بواخر مدرسة، باخرة توفيق وباخرة بنزازة وباخرة شنوة. جميع هذه المعدات هذه تعمل على تطوير التكوين على مستوى المعهد. يوفر المعهد العالي الوطني للصيد البحري وتربية المائيات عدة تخصصات وتكوينات تزود الصيادين بالتقنيات الحديثة في الصيد البحري، وكذلك استخدام المعدات وإصلاح محركات البواخر، دون إهمال جانب السلامة البحرية والوقاية من المخاطر لحماية أرواح الصيادين. كما يتوفر على تخصص تربية المائيات وأسماك الزينة وغيرها من التخصصات الموجودة على مستوى المعهد وخارج المعهد من خلال ما يسمى التكوين في الموقع. المعهد مسؤول عن التكوينات التي هي موجودة على مستوى المعهد في بجراح. هناك تكوينات أخرى على مستوى الموقع، وهذه التكوينات اضطر المعهد للتكافل بها من أجل التقرب من المهنيين، بحيث المعهد يأخذ باعتبار جميع البلديات والدائرات الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة، من مدينة زرادة حتى مدينة راية. عندنا دوزيام ايتاب اللي هي لاميناجمون دو لاكواريوم. تخصص تربية المائيات راهو هذا التخصص راهو رائج خصوصا في السنوات الأخيرة، لأن يعني الدولة وبالأخص الوزارة تهتم بهذا التخصص. ثاني عندنا بزاف مشاريع راهم كاينين على مستوى الوطني، لهذا نشجع الشباب باش يلتحقوا بهذا التخصص بالتحديد. المهارات اللي يكتسبها الطالب في تخصص تربية المائيات انه الحاجه الاولى يقدر يدير المشروع تاعو وحده. هذه الحاجه الاولى. يقدر يدير مثلا يقدر يدير تربيه اسماك الزينه في لي زاكواريوم، يقدر يدير مشروعه وحده. كما يقدر يعمل في المزارع تربيه المائيات المتواجده بكثره في السنوات الاخيره على المستوى الوطني، يقدر يعمل في المزارع تربيه المائيات اللي تعمل بالاقفاص العائمه كما يقدر يخدم في لي زوزين دو ترانسفورماسيون، سادير يقوم باعاده تدوير وتحويل المنتجات الصيد البحري. نحن نهتم اساسا بمهارات إصلاح السفن، سواء كانت محركات، سواء كانت عبارة عن هياكل صناعية كهربائية أو هيدروليكية أو هوائية أو حتى غرف التبريد. يعني نهتم أساسا بإعطاء المهارات الأساسية لمباشرة الإصلاح، سواء كان ذلك داخل الباخرة، سواء كان ذلك في لي شونتيي نافال، يعني في الورشات الموجودة على السواحل.
مدة التكوين تكون عامين ونصف زائد تربص إجباري على متن باخرة لمدة 6 أشهر. في مدة 2 ونصف تقريبا 3 أشهر عنده دروس نظرية، عنده أعمال موجهة سي دي ترافو ديريجي، عنده أعمال تطبيقية ترافو براتيك، وكذلك عنده خروج إلى الميدان يعني للاحتكاك مباشرة باش ياخذ نظرة على يعني المهنة تاعو. دونك هذه احنا رانا في مقلد ولا محاكي تاع الاتصالات اللاسلكية البحرية. دونك رانا مع المتربصين دونك فرع ملازم أول في الصيد البحري اللي عندهم التكوين تاعهم بيان سور دونك 3 سنوات. دونك في الماده هذه دونك رايحين يكتسبوا مهارات لاستغلال او استعمال اجهزه الاتصالات البحريه اللاسلكيه. دونك في الاجهزه هذو عندنا دونك عده اجهزه وثاني عندهم علاقه مباشره مع السلامه البحريه. الصيد البحري حاليا موجود تقنيات متطورة، وسائل متطورة، ولهذا من أجل الصيد البحري مسؤول يجب هناك تكوينات من أجل إعطاء معلومات كيفية استعمال هذه الأجهزة فيما يخص الصيد البحري وفيما يخص الملاحة. وأيضا الصياد الذي يتابع تكوين فله مسؤولية أكثر بالنسبة للبيئة، بحيث يكون له معلومات المخاطر الموجودة إذا استعمل شباك غير مناسبة أو استعمل وسائل غير مناسبة أو قام برمي بعض المواد الكيميائية. ولهذا التكوين يعتبر أساس النجاح في الصيد البحري على مستوى العالم. التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بمثابة استثمار حقيقي والأمثل في العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي. ومن خلال تكوين كفاءات مؤهلة ومتمكنة تستطيع الجزائر أن تعزز إنتاجها البحري مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.